السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد ومع إشراقة سعيدة. النهاردة هقدم لكم فيديو مختلف شوية عن كل مرة، لأنه مش طبخة ولا وصفة. هي جولة خارجية في حديقة الحيوان بتاعت اسكندرية. حديقة الحيوان بتاعت اسكندرية طبعا عارفين كلنا حيث العراقة والتاريخ. فهي كانت جولة ممتعة ورائعة. حبيت أشارككم اللحظات الجميلة معايا في الجولة، وطبعا مع الحيوانات الرائعة اللطيفة خالص. وطبعا هي واحدة من أقدم حدائق الإسكندرية، وكانت في الأصل جزء من حدائق أنتونيادوس. هي موطن أجمل وأنظر النباتات. استقطعت مساحة منها عام 1926 لتحويلها إلى حديقة حيوان. تصل حوالي 24 فدان، وتعد ثاني أكبر وأقدم حدائق الحيوان بعد حديقة حيوان الجيزة. طبعا دي اللي هي الحديقة الأم في مصر، بعدها حديقة حيوان الإسكندرية. دخلنا كده طبعا الحديقة. بدأنا بمشاهدة طبعا الجمال كده. تمام. واللي جاية هناك دي طبعا النعامة. جميلة قوي ولذيذة. شايفينها كان حمودي بيأكلها. قد ايه كمان مشاهدة الحيوانات كده بتخليك تحس براحة نفسية. يعني بتخرجك عن كل حاجة بتفكر فيها. اصلا من بداية اول ما بتدخل الحديقة كده، او انا شخصيا يعني لما دخلت الحديقة بحس ان انا انعزلت عن الزمن اللي احنا فيه اصلا، وعن واي حاجة حوالينا، لانها المباني فيها عريقة وقديمة جدا. فبتحسسك ان انت داخل. كانت طبعا فيها افلام زمان كتير اتمثلت فيها. تمام. وافلام ابيض واسود. طبعا هنا طبعا الماعز الجبلي. تمام. وخدنا جولة كده عند الأسود. هنرجع لها تاني لأنهم كانوا نايمين، وبيت السباع كان مقفول. كان بدري. تمام، لأنه هو كان بيفتح الساعة 10. البغبغان والجمال اللي احنا شفناه. وطبعا دي النسانيس. دي مجموعة من النسانيس مختلفة الأنواع يعني. أنواع كتيرة من النسناس. تمام. داخل في أقفاص متفرقة شايفينهم. طبعا الحديقة كمان غير انها بتضم مباني اثرية. وكمان فيها اشجار. الاشجار والنباتات قديمة جدا. وعريقة جدا. وشكلها بيكون يعني رائع جدا. بجد الواحد بيحس ان هو في زمن تاني لما بيشوفها. طبعا دي جبلية القرود. تمام. شايفين عالم تاني خالص. القرود على احجام مختلفة، ويعني بيبقوا في صغير وفي كبير وفي عجوز. تمام. مع بعض كده، اسر مع بعضها تحت. لو وقفت وراقبتهم كده بتشوف ان طبيعة مختلفة تماما، وبتشوف القرود بيتعاملوا ازاي مع بعض، تضحك عليهم. وتأكلهم. وقفنا رمينا لهم سوداني من فوق. شايفين منظر الجبلية والمبنى عامل ازاي. وطبعا الحديقة حصل لها تطورات للمباني على كذا مرة. تمام، للمحافظة على الشكل الأثري بتاع المباني. تمام. بجد المكان شكله تحفة قوي. شايفين القرود قاعدين ازاي. المكان ده بيشربوا منه في حوض مية كده، بيروحوا يشربوا منه ويروحوا يلعبوا ويعيشوا حياتهم. فانت الواحد لما بيقف كده ويراقب المنظر بيحس باحساس غريب كده والتعامل. شايفين هنا السوداني بيترملهم او اكل او موز طبعا. وهنا اتلموا على الاكل. اتلموا على السوداني وهو بيتحدف لهم. شايفينه بيبصوا ازاي.
طبعا الحديقة بتضم متحف وكمان بيت السباع وبيت الزواحف وبرج عالي لمشاهدة الحديقة من فوق، وملاهي للأطفال، وفيها كمان أماكن وكافيه للقعدة. يعني هي حلوة قوي، يعني اليوم فيها بيبقى ممتع ورائع جدا. هنا بقى طبعا انتقلنا كده لبحيرة البجع، منظرها جميل جدا. شايفينها عاملة ازاي؟ شايفين الشجر محضن ازاي على البحيرة، والبجع ملموم فيها. طبعا هنا فرس النهر، تمام، بحيرة فرس النهر. شايفينه واقف هناك كده. والبحيرة دي لو ركزنا فيها لقيناها مليانة قراميط من تحت، المية بتلعب. فقالوا ان القراميط دي علشان المية تفضل جارية. تمام، هو تقريبا مش فرس النهر او سيد قشطة ما بياكلش القراميط، هو بياكل حاجات برضو نباتية كده. هنا كان بيرميله كده بطاطا، شايفينه جينا كده عندهم واقف فتح بقه عشان يترميله الاكل. تقريبا هو مرضيش يطلع من المية علشان كان الجو حر جدا، فكان تقريبا كده يعني بقول ان هو مستحلي المية في الحر ده. منظره عجيب قوي. كان فتح بقه كده كبير، زي الباسكت، وبنرميله قطع من البطاطا في بقه، بننشن في بقه كده عشان تنزل تترمي في بقه. تمام، قد ايه بجد احساس ممتع قوي. بس كان هو شكله غريب لما بيفتح بقه كده وتركز فيه، شكله غريب جدا واسنانه باينه، شكله غريب قوي من جوه، بيفتحه جامد يعني. حديقة الحيوان طبعا تقريبا بيدخلها حوالي 5000 زائر يوميا. فهي من المتنزهات الرائعة، ومن زمان قوي وما زالت موجودة. فهي تعتبر منطقة أثرية، وفي نفس الوقت يعني حاجة للتنزه، فهي حلوة قوي قوي ان احنا نقضي يوم فيها حلو. نرجع هنا تاني للبجع الجارة هنا على الجنب ده. تمام، شايفين البجع طلع من البحيرة وجا وقف برا. وده نوع تاني من البجع اللي هو اسمه البشعرش. تمام، لونه بامبي كده. نزلنا تحت في الجنب اللي تحت طبعا لقينا الدب، شوية حيوانات تانيين. دي الدبة السوداء دي اسمها هند، هي كانت دب عجوزة شوية. وهنا الدب ده قال لنا ان هو اسمه فارس، وبيعمل حركات شقلباظية كده. تمام، لذيذ قوي الدب ده. وطبعا ان الفيل ولا الزرافة مش موجودين، تقريبا هما ماتوا من زمان، من حوالي 8 سنين. مش موجودين او ما جابوش غيرهم. فدي كانت لاني انا فاكرة من زمان كان الفيل ده كان حاجة حلوة قوي في حديقة الحيوان. هنا طبعا شايفين الدب بيوقفوا، بيكلموا، بيعمل حركات يخليه يضحك، وكان عشان وبيأكلوا كده، شايفينه. قد ايه لذيذ قوي الدب ده، الدب البني.
وهنا طبعا منطقة الجمال، دي منطقة تانية غير المنطقة الأولانية. دي الجمال تانية. تمام. شايفة انهم عاملين ازاي، طبعا اللي عايز يركب الجمل بيركب. دي حاجة كده غريبة، كنت أول مرة أشوفها، اسمها أبو شوك. هي شبه القطة كده من تحت، وطلع لها ريش كتير كده. مش عارفة هو الريش ده بيشوك ولا ايه، بس هو مكتوب عليه أبو شوك. شايفينها عاملة ازاي. هو كائن غريب بقى، أول مرة أشوفه. ودي الماعز. وده طبعا كلب البحر، كان واقف هناك كده عند الحارس عشان كان بيلعبوا. وهنا بقى دخلنا بيت السباع، كان انفتح، رجعنا تاني دخلنا فيه. شايفين بقى الأسود والسباع عاملين ازاي. طبعا البيت السباع هنا في قبة في النص كده، علشان لما الأسد يطلع صوت أو يزقر زئيره، فيهز كده المكان ويطلع صوت حلو قوي كده، تحس ان انت فعلا في بيت الأسد. تمام. شايفين هنا بيأكلوا قطع من اللحم. الحديقة موجود فيها أسود كتيرة، في أسود طبعا في الأقفاص اللي برا كمان غير بيت السباع. دولت اللي موجودين في بيت السباع. بس في أسود كتير يعني موجودين. وده الأسد، ملك الغابة، الملك ده ملك حديقة الحيوان. وده التايجر او النمر، كان نايم كده، هيقومه دلوقتي، هيرميله قطعة من اللحم فهيشمها فهيقوم. شايفينه قايم اهو، شكله حلو قوي. قد ايه احساس غريب قوي انك واقف في وسط صالة، في وسط السباع كده، وهم بيزقروا لبعض كده، والصوت طلع قوي. شايفينه النمر لذيذ قوي. بعد كده كان في وسط الحديقة موجود سفاري بارك، او جزء خاص كده بتذكرة ثانية خالص للدخول. دخلناه، اسمه سفاري بارك، لان بتبقى الحيوانات بتتجول في وسط الحيوانات كده عادي. تمام. يعني من دون قفصان كده. بتأكلها. ده حيوان اللاما، شايفينه جميل ازاي ولذيذ. حيوان اللاما. ودي السلحفة، دخلنا لها كده، كنا بنأكلها. حلوين قوي. جاية عليا.
كنت بصورها وهي ماشية. ايه ده جاية. طبعا دي بقى الغزالة. تمام، دخلنا لها برضو كده وقعدنا ناكلها كده وهي ماشية. حلوة قوي. سفاري بارك دي موجودة في وسط الحديقة، بتدخلها بتذكرة تانية غير حديقة الحيوان. ميزتها ان انت بتتجول في وسط الحيوانات كده، هي فيها شوية حيوانات بتتجول في وسطهم كده يعني بدون اغصان او قيود. تمام. ودي طبعا برضو بشارش موجود هنا، اللي هو نوع من انواع البجع. رجعنا تاني للغزالة. قد ايه قوي كيوت قوي ولذيذة. وده ماعز، وده شيخ الماعز، شايفينه. ودي معزة كيوت كده، شايفينها سايبيننا رايحة جاية. وده بحيرة صغيرة كده فيها تماسيح صغيرة. ومعاها من الجهة التانية في سلحفاة صغيرة، تقريبا هي برمائية. تمام، هي موجودة في المية بس هي صغيرة شوية عن السلحفاة التانية اللي هي موجودة برا. دي طبعا حيوان دي الاجوانا، شايفينها كانت موجودة هنا كده. اسمها الاجوانا. والنسناس دخلنا له، النسناس شايفينه. والبغبغان بتاع جوه، هو كان متضايق شويه وفكرة ما اتكلمش معانا ولا حاجه عشان كان زعلان اليوم اللي كنا فيه، اليوم اللي قبله يعني كان في اطفال ضايقوه وغلسوا عليه، فمن ساعتها ما كانش بيتكلم مع حد وزعلان. حاولنا نخليه يتكلم بس صاحبه قال ان هو زعلان ومش هيتكلم مع حد دلوقتي لان نفسيته زعلانه شويه. طبعا رجعنا هنا النسناس الجميل ده، شايفينه، تحسوا كده ان هو خايف من الناس، معرفش واقف كده، لذيذ قوي. وده طبعا الصقر، شايفينه واقف ازاي، الصقر الجميل. وفي النهاية يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. حبيت بس اخدكم معايا في الجولة الجميلة دي في وسط الحيوانات الرائعة. والى لقاء اخر في فيديو اخر، ومع الف سلامة.